مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين في معركة خيبر في السنة الخامسة. يقول أنس: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال له، أي من رجال الصحابة: يا رسول الله، أكلت الحمر. أكرمكم الله وأكرمكن، يعني الحمير أكلت. ما معنى أكلت؟ ذبحت وأكلوها. الحمر الإنسية، الحمر الأهلية، الحمار العادي هذا، مش الزبرة الوحشي، لا، يذبحون يأكلونها، كانت حلالا. سكت النبي. ثم أتي الثانية: يا رسول الله، أكلت الحمر. بيذبحوا بأكلوا، بدهم أكل طبعا، ما في. طبعا لا تذبح ماذا؟ الأفراس، الخيول، ثمينة جدا، وهي أداة الحرب الحقيقية، أهم كثيرا. سكت النبي. ثم أتي الثالثة، قيل: يا رسول الله، أفنيت الحمر، هتنتهي خلاص، الحمر الأهلية مع الصحابة في هذه الغزاء أو الغزوة ستنتهي، ستفنى من عند آخرها، أفنيت الحمر. فأمر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام من أصحابه من يقوم في الناس مناديا يبلغ الآن أمر النبي: إن الله ورسوله ينهيانكم، يعني يحرمان عليكم الحمر. محرم أكل حمار، عن لحوم الحمر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فأكفئت القدور، وإن اللحوم فيها لتفور، أو قال وهي تفور باللحوم، فيها لحوم الحمر تطبخ. النبي قال: هذا منهي عنه، محرم. أكفئت القدور. جميل. ما المشكلة؟ المشكلة الآن اختلفت أنظار الصحابة والأئمة، تابعين وتابعي تابعين وغير هؤلاء. هل كان النهي منه عليه الصلاة وأفضل السلام نهيا على سبيل التأبيد، خلاص الحمر محرمة إلى يوم القيامة؟ هل كان نهيا تبليغيا مطلقا، أم كان نهيا دار على علة ظرفية؟ الذي فهمه الحبر العيلم ابن عباس رضي الله عنهما أن النهي كان لعلة ظرفية. ما هي العلة الظرفية؟ الآن في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: لا أدري أنهى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام عن الحمر من أجل أنها حمولة الناس، تحملهم مراكب، هذه كيف تعودون إلى المدينة الآن؟ إذا قتلتم ذبحتم وأفنيتم هذه الحمر، كيف تعودون إلى المدينة المنورة؟ أم أنه نهى عن الحمر الأهلية؟ يعني فين حرمها؟ نهى، ما معنى نهى؟ نهي تحريم، يعني نهي تحريم. كأن ابن عباس هنا لا يدري، لكن الذي يترشح من نصوص أخرى في الصحيح أيضا أن ابن عباس كان يميل إلى أن النبي نهى لعلة ظرفية. بمعنى ذلك معنى ذلك أن رأي ابن عباس أن الحمر ليست محرمة، سيما وأنها حيوانات عاشبة. غلبان الحمار، ايش بقول تبن هذا الكلام؟ لماذا يحرم؟ لذلك في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار رضي الله تعالى عنه قال: قلت لجابر بن زيد، أبو الشعثاء، إذا تسمع أبو الشعثاء هو جابر بن زيد، قلت لجابر بن زيد أي أبي الشعثاء: نعم، إن أصحابك في البصرة، جابر في البصرة، إن أصحابك يزعمون أن النبي نهى عن الحمر الأهلية، يعني نهي تحريم. فماذا قال جابر بن زيد؟ قال: قد كان يقول ذلك عندنا بالبصرة الحكم ابن عمر الغفاري، فأبى ذلك الحبر. من هو الحبر؟ عبد الله بن عباس. وواضح من هذا النص أن هذا كان في خلافة من؟ علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، لأن ابن عباس كان والي علي على على البصرة. أنتم عارفين القصة. نعم. قال: فأبى ذلك الحبر، وتلا قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. في الأنعام. قالوا وين حرام؟ القرآن بيقول ما في حرام إلا هذا، والحمر ليست فيها. فأخذ بالآية على وجهها، وفيه مبحث طويل، وللشافعي فيه كلام مستطيل. فيه مبحث طويل، وللشافعي فيه كلام مستطيل رحمة الله عليهم جميعا. إذن هذا التعليل بعلة ماذا؟ بعلة ظرفية. المثال الثاني كما قلت لكم، مثال أو مثالين إن شاء الله
نذكر مثالا أو مثالين ما خرجه أيضا البخاري وغيره في الصحيح عن سلمة